ماكو إنسان عاش على هذا الكوكب ما ذاق مرارة الخيبة ولسعة الظلم، وكل واحد بينا عنده قصص عن اللحظات اللي انطعن بيها وانغدر أو حس بأن الحياة ما كانت عادلة أبدا. والسؤال مو ليش صار هيجي، السؤال ايش راح أسوي بالوجع اللي بداخل روحي. ويصير القسوة قناع يحمي نفسه بيه، ويقول لنفسه أنا راح أجرح قبل لا أنجرح. وبالحقيقة هاي مو قوة، هاي ضعف مغلف بانتقام. وهذا الإنسان ما صار وحش، صار نسخة من الظلم اللي أذاه. الطريق الثاني الاستسلام والذبول، يعني يصير الإنسان منطفئ، ما يناقش، ما يجادل، ويعيش على هامش الحياة، ويقول هاي هي ماكو فايدة. وهذا الاستسلام للهزيمة مو قبول بالواقع. بس الحقيقة الثالثة اللي مفروض نوصل لها أن الألم يفترض أن يصنع عندنا وعي مو قسوة، ويفترض أن يخليك تعرف قيمة الصدق. والظلم اللي شفته المفروض يصنع منك إنسان يرفض أن يدخل طرف في أي ظلم ثاني. القوة مو بالجمود، القوة أن تشيل الوجع اللي بداخلك وتحوله إلى بوصلة للناس اللي تستاهل. النهاية الخيبة لازم تعلمك وتشغلك، مو تكسرك وتذوبك ولا تخلي التجارب الصعبة تسرق منك إنسانيتك. خليها تصنع منك إنسان متعاطف.